في افلام لما الواحد بيشوفها بيسقف وبيرفع صباعه كده، صح؟ اهو فيلم بنسيون دلال ده برضو اول ما تشوفه هتسقف بس مش بايديك، بفرد مناخيرك، وهترفع صباعك بس مش ده، صباع تاني. وعارفين برضو مش لما فيلم بينجح ويكسر الدنيا بيقول لك ايه؟ الفيلم ده فرقع. اهو فيلم بنسيون دلال فرقع البيض. افتكر انا النهارده قلت اتكلم عن الفيلم ده تحديدا علشان من ابطاله عمر مصطفى متولي، اللي كتير بيكتبوا لنا في التعليقات ان انت اكيد عمر مصطفى متولي. لو انا هو اكيد ما كنتش هتكلم عن نفسي. طبعا ممكن واحد يطلع يقول لك لا بس ده تمويه، انت هو فبتتكلم عن نفسك علشان ما نشكش ان انت هو. ده بقى ربنا معاك ويقويك على دماغك. فيلم بنسيون دلال هو من الافلام اللي نزلت مؤخرا على منصه يانجو بلاي، وانا في الاول كنت متخيل ده فيلم جديد اصلا يعني معمول مخصوص للمنصه، لكن اكتشفت ان الفيلم ده نازل من سنه 2024 وغالبا ما حدش اصلا فينا سمع عنه. فيلم بنسيون دلال بطوله بيومي فؤاد، عمر مصطفى متولي، وليد فواز، طاهر ابو ليلى، خالد سرحان، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، محمد رضوان، ابرام سمير، وضيفه الشرف نسرين امين. قصه فيلم بنسيون دلال هي عباره عن مجموعه من الممثلين النحيته، في منتج جابهم رمالهم كام ألف دولار علشان ينحتوا فيلم سبوبة، هم يسددوا الاقساط اللي عليهم وهو ياخد الفيلم ده ينزل في مصر يفشل، بس لما يعرضوا في سينمات الخليج بسبب فرق سعر التذكرة يجيب له كام مليون دولار، بعد كام سنة يعرضوا على منصة زي منصة يانجو بلاي فيقفش له كام مليون دولار وهيتبقى نحتاية وعدت. دي القصة الحقيقية للفيلم. لو انت بقى هتسألني قصة الأحداث اللي جوه بنسيون دلال ايه، فهقول لك والله رغم اني اتفرجت على الفيلم انا ما قدرتش اقفش ايه القصة. هي احداث متلفقه كده. واحد اسمه سيد الجدع اللي هو بيومي فؤاد عنده بنسيون اسمه بنسيون دلال، وعنده 5 عيال هم شركائه في البنسيون ده، بيقول لهم انا هبيع البنسيون ده وبيختفي. ولاده دول بقى واحد اسمه مجاهد ده طيب جدا، واحد اسمه عادل ده نفسه يبقى مغني، واحد متشدد دينيا جدا، وواحده فيمينست من انصار حقوق المراه بزياده، وواحد اسمه رجب او باستاردو اسم الشهره بتاعته ده شمال، بيشتغل في حاجات شمال وبيشقط بنات، وكمان بيخطط انه يسرق البنك اللي جنب البنسيون. فجأة ما تفهمش ليه بيحصل حفلة في البنسيون، كلهم بيتجمعوا، فجأة البوليس بيجي، فجأة كلهم بيتقبض عليهم الا مجاهد، على اعتبار ان ده الوحيد اللي طيب ليه برضو الله اعلم. عادة لما بنتكلم عن اي فيلم بقول مثلا انا ابص على اولويات صناع العمل، يعني في مثلا صناع عمل يقول لك انا يهمني كوميديا مش مهم القصة، في حد يقول لك لا انا ما يفرقش معايا الضحك بس مهم اقدم قصة. بعد ما اتفرجت على فيلم بنسيون دلال اعتقد ان صناع العمل الاولوية الوحيدة اللي كانت عندهم هم انهم يبيضوا على الجمهور. حطوا كده تحدي، قالوا هنشوف مين الذكر ابن الذكر اللي هيقعد يتفرج على الفيلم ده ويكمله الاخر. والحقيقه ان انا كسبت التحدي، يعني عصرت على نفسي ليمونه واتفرجت على الفيلم الاخر وكسبت التحدي، بس خسرت شعري لانه اصلعيت بعد ما شفت الفيلم ده. طب ليه بقول الفيلم ده هيفقع جدا؟ لاسباب كتير. يعني لو هتمسك القصه انت بجد هتبقى تايه، انت مش عارف الاحداث ايه وباديه منين وبتنتهي فين. يعني مثلا عندك ايه خط طاهر ابو ليلى ده انا مش فاهم هو طيب ليه، هو بيعمل ايه، هو قاعد معاهم ليه، انا ده وليه في الاخر الفيلم يتقال له انت اطيب حد فيهم، انا ده ما فهمته. الخط بتاع عمر مصطفى متولي هو حافر حاجه في البنسيون زي نفق يوصله للبنك عشان يسرق البنك، هو عمل ده ازاي؟ حد معاه اللي هو ابرام سمير رايح هناك عشان يسرق، فمش عارف فار يخش في بنطلونه شويه ينام، انا ما فهمتش ده ايه وبيتعمل ليه غير ان احنا بنحاول نستظرف. اللي بيغني مطلعينه بيتكلم لايك كده وحاطط حلق، ده ايه علاقته بيهم؟ طب ليه اصلا ملبسينه كده؟ مستني لاخر الفيلم عشان افهم فيه مبرر؟ مفيش. شاب المتدين علاقته ايه؟ واحد امير جماعه متطرفه، عرفوا ازاي ويستضيفوا عنده في البيت ليه؟ الله اعلم. حتى اختهم اللي هي المفروض بتدعم المراه تلاقيها فجاه كده هي قررت ان انا هصور فيلم عن الحبرشه وتسيب عادي ناس بيحبرشوا معاها تحت اسم ان دي افات في الفيلم، فالموضوع مش راكب. طيب نسيبنا من القصه، لو هندخل بقى في الضحك والافات والكوميديا، فغير ان الموضوع قلش هو كمان مكرر بشكل مرعب. يعني كل الافات انت تحس انت شفتها قبل كده. يعني مثلا في افات صريحه كده ما بين انت اللي هي بتدعم المراه اللي انا فعلا ما اعرفش اسمها وسط الرجاله، فالرجاله كلهم بيبصوا فيها ومش بيحبرشوا معاها رغم انها طالعه بتدعم او ضد يعني فكره الحبرشه. طب ما ده مشهد اتعمل بالظبط في فيلم فخيت وعديله لما كانت شيرين رايحه انا نائبه وانتخبوني ودخلت القهوه وكلهم بيبصوا فيه. عمر مصطفى متولي الضحك بتاعه كله قائم على ان هو بيتكلم بورسعيد. طب ما هو هاني رمزي عمل ده من بتاع 20 سنه. المتدين ده لما الشرطه تطب عليهم يقوموا حالقين دقنهم ويعملوا نفسهم بيشربوا خمره. طب برضه دي عادل امام عملها من فوق ال 20 سنه. واحده مشقوطه دي في اول مشهد في الفيلم هو عمر مصطفى متولي شاقط واحده
كده ومصممه ان احنا مش هنعمل حاجه غير لما مش عارف صوت ايه يبطل، ما تفهمش الضحك ليه. وفي النص كده واحد شاقط واحده وداخلين وبيهددها، برضه ده ايه لازمته؟ الله اعلم، ولا بيضحك. فبالتالي انت لا عندك قصه ولا عندك افات او كوميديا تضحك يعني. فبالتالي صناع العمل يلجأوا لايه؟ عليكم نور، يلجأوا للحمه. في رقاصه هي متهيالي كانت لورديانا، كميه مشاهد وكلوزات على حتت اللحمه. يعني انا طبعا ما قدرتش احدد دي لورديانا ولا لا، لان المخرج مش مركز لي على الوش، هو مركز لي على مناطق معينه. المشاهد بقى بتاعتها يعني مش مشاهد بجد خارجه، مشاهد بجد خليك تتضايق. انا ليه اشوف واحد راسه جوه فستان واحده وواحد داخل تحت من مش عارف من ناحيه فتحه الرجل يعني الموضوع مقزز تفكيركم ان هو ده الاغراء، فده مش اغراء، لا الموضوع كده راح في سكه شمال قوي. من العبث طبعا ان انا بعد كل ده اتكلم على اداء التمثيلي، لانه لو كان في مخرج بيوجه في الضحك او مخرج بيوجه في رتم الفيلم او في قصه الفيلم، كان هيبقى في مخرج بيوجه في الاداء، فهو ما فيش حد بيوجه. خليني اقول مثلا انه السمه الاساسيه ان في حزق وزعيق كتير قوي، ده تحديدا في المشاهد اللي هو بيومي فؤاد مع اولاده، حس كلهم بيزعقوا كلهم بيحزقوا. في بقى البنت اللي هي بتلعب دور الدافع عن المراه دي بجد ما بتعرفش تمثل، ما فيش بجنيه توجيه، ما فيش تمثيل خالص. لو هتكلم عن عمر مصطفى متولي ماشي اداؤه كويس، بس في الاخر انت مش عامل دور جديد ولا عامل حاجه مختلفه ولا حتى ضيف قدمت لي شخصيه البورسعيدي دي بشكل مختلف. وعلما بان حتى الضحك اللي بيطلع من حته ان انا اتريق على لكنه ضحك قديم قوي، مش النهارده يعني، مش 2026 ولا 2024. وبقيت بقى الشخصيات بجد كلها بتصطبح وبتحزق. يعني في الممثل اللي هو كان عامل شخصيه ميكا ده لو فاكرينه، برضه هو طالع طول الوقت بيصطبح وبيحزق. انا مش فاهم انت بتعمل ايه. شويه ناس سرسجيه نفس القصه اللي هم بيتجمعوا في الحفله كلهم حزق وبنصطبح وبنتسطل، فانت محتاج توطي الصوت وانت بتتفرج. مشكلتي في الفيلم ده مع اسمين. اول حد ميشيل ميلاد، انه انا ادعي ان ميشيل ميلاد دمه خفيف، هنا مفيش ضحك خالص، مفيش اي افات، حتى المحاولات اللي بيطلع فيها ضحك مش جايبه ضحك. بس اقول ماشي، يمكن ده كان من سنتين 2024 فكان لسه في البدايه. المشكله الاكبر بقى في نسرين امين. يعني نسرين امين دي انت ايه اللي يخليك تقبلي تطلعي ضيفه شرف؟ وبجد لا انت عامله اداء جبار ولا انت عامله كوميديا، يعني اكيد مفيش سكريبت اصلا يسمح لك بالكوميديا. هل الفلوس كانت مزنقه معاكي للدرجه دي يا فنانه؟ غير بقى كل العبث اللي فات ده، الفيلم كمان فيه كميه تخبيط في الدين بشكل اوفر. هم طبعا مش قاصدين، بس هي عكعكه بعكعكه بقى. برضه ترسخ لي الفكره التقليديه ان الراجل المتدين لازم يكون بيحكم على البنات رغم ان هو عامل فيها متدين، وان الراجل المتدين لازم يكون له علاقه بالناس المتطرفين. بس هم بقى الجديد انهم دخلوا كمان في الديانه المسيحيه، يعني طالع ميشيل ميلاد بيدعي وبيصلي لربنا مع مراته، هو بيدعي عشان يسرق، وفي بقى افات كلها حسها تخبيط في الدين. دلوقتي جينا لمرحله تقييم الفيلم. اعتقد فيلم بنسيون دلال بعد كل اللي انا قلته ده مش هقدر اقيمه دلوقتي، بس لو مصممين اقيمه ثانيه واحده بس اروح اجيب الجزمه، لان التقييم هنا لازم يكون بالجزمه مش بالارقام. زمان في السينما المصريه كانت في حاجه معروفه اسمها افلام المقاولات. منتج كده يجيب فيلم ينتجه ب5 6 جنيه، اوقات ما كانش بيبقى فيه اصلا سكريبت ولا فيه قصه ولا فيه اسم للفيلم، وسمير غانم كان بيتكلم عن الكلام ده. هو ممكن ما ينزلوش اصلا في السينما لانه هيسقط، كان يروح بقى يبيعوا القنوات عربيه، قنوات مصريه عايزه تملى، يروح يبيعوا في شرايط فيديو للدول العربيه، اي بتجيب رزقها. ده اللي احنا للاسف السينما المصريه رجعت له النهارده. كان بقى فيلم بنسيون دلال، او حتى لما اتكلمت عن فيلم الكراش والافلام اللي شبهه، هي بس الفرق انها تبان افلام نظيفه. انت بتجيب ناس عايزين سبوبه، ممثلين عليهم اقساط فعلا، بتصور لي الموضوع تكلفته ضعيفه جدا، على امل انك تاخد ده ترميه في السينما المصريه يجيب اللي يجيبه، وترميه بقى في السينمات الخليجيه عشان فرق سعر التيكت فيجيب لك شويه ملايين تبيعوا المنصه. ما احنا عندنا منصات كتير عايزين يحشوا وعايزين يملوا. اعتقد ده اللي بيوقع السينما. ودلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقه. لو انت اتفرجت على فيلم بنسيون دلال وكنت يعني من سيئي الحظ زي، يا ترى كام؟ 5 ولا 10 ولا 15 عدد التفات اللي انت تفتها؟ ولا انت ما كنتش بتف وكنت فاتح مناخيرك؟ انا عن نفسي عشان امسك مناخيري كنت حاطط مشبك وانا بتفرج. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده، هترجع في القناه تلاقي سلسلتين: سلسله ملخصات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد او تريلرز لحاجات لسه هتنزل، وفي سلسله هبديه هزليه في حب الفنانه الفلانيه، غير سلسله 10 افلام ومسلسلات مسرحيات. فلو معاك وقت وجهد وباقه نفس، خد لك لفه، قول لي ايه اللي عاجبك ايه اللي مش عاجبك، اقتراح فكره اي حاجه اكتبها لنا في التعليقات ونحاول نظبطها ان شاء الله. وبنختم بالكلمه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غيره.